السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوك هون عمو؟ ايه. إيه على تبعت لي. السلام عليكم. مرحبا حجي، كيفك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. هدول من بعد إذنك زكاة 4 أشخاص، رز كل كيس 5 كيلو. تفضل. ادعي لنا بالقبول، الله يجزيكم خير. السلام عليكم، شكرا كثير. السلام عليكم. على الوقت ابعتي لي الوالد بس دقيقة من بعد إذنك. السلام عليكم. لا تاخذنا دخيل الله، بس حبينا نسألك سؤال. بتحب تبيعنا الرزات اللي جبنا لك إياهم؟ إذا بتبيعهم يعني نحن جاهزين وبنعطيك حقه مثل ما اشتريناهم. على راسي. طيب دقيقة بس. نحن اشتريناهم ب 200، تفضل هاي 200. شكرا كثير لك. دعواتك. ادعي لنا بالقبول، الله يجزيك الخير. السلام عليكم، شكرا كثير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشاهدون هذه طريقة جديدة لدفع زكاة الفطر نقدا وعينا في نفس الوقت وفي نفس المكان. نعم، بطريقة فيها تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع مراعاة مصلحة الفقير موافقة لجميع الآراء الفقهية. نعم، كما تلاحظون أتينا إلى عائلة فقيرة من العوائل وأردنا أن نتحدث معهم ونعطيهم زكاة الفطر. طبعا المقطع تمثيلي كاملا. بعد دفع زكاة الفطر لهم طرقنا الباب مرة ثانية وسألناهم: هل تريدون وتوافقون على بيع الرز الذي أعطيناكم إياه؟ فقالوا نعم، فاشتريناه بالمال الموجود معنا. وهذا الأمر يتفق معه جميع الفقهاء. نريد أن نعلمكم أن الخلاف يعني قديم وأزلي، نعم، بموضوع دفع زكاة الفطر. ففريق من العلماء يقول لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر إلا صاعا من طعام كالتمر أو الدقيق اللي هو الطحين أو الشعير أو الحنطة أو غيره من طعام البلد. وبعض الفقهاء قال يجوز دفع قيمتها نقدا، أن تدفع مالا. لذلك أردت أن أجمع بين الرأيين. الرأي الأول هو الرأي الموافق لتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرنا بفعلها. أما الرأي الآخر الذي هو يكون لمصلحة الفقير، أن يكون لديه مال وهو حر بشراء الذي يريده، وبالتالي فقد قمنا بدفع زكاة الفطر كما تشاهدون طعاما من قوت البلد، والذي هو الرز المعروف. نعم، الرز العادي. وكل ما كان النوع فاخر وأفضل يكون أفضل من ناحية المزكي. ثم طرقنا الباب لنشتري هذا الرز. بعد أن حاز الفقير على الرز وأصبح لديه وأصبح حرا في بيعه أو في نعم عدم بيعه، نحن طرقنا عليه الباب وأردنا شراءه بنفس السعر الذي أخذناه منه أو اشتريناه من صاحب الدكان، وبالتالي لم يفت على الفقير أي شيء. وهذا الأمر يمكن تكراره إذا تعددت الأشخاص، ويمكن عدم تكراره مع العائلة، نفس العائلة كما تشاهدون. نعم، وبذلك نكون قد وفقنا بين الفريق. طبعا بعد ما حاولنا نجمع بين الفريقين يعني وبطريقة جديدة، ممكن أحد الأخوة يسأل عن الرز. طيب أنت رجعت الرز، وين نروح فيه؟ أمر بسيط، الرز يعني مأكول كل بيت، رجعوا للبيت وخلصت. ما في داعي يعني. ممكن شخص يقول طيب الفقير أخذوا يا أخي الرز، بده إياه ما بده يعطيك إياه. طيب ما في مشكلة، أنت طرقت عليه مرة ثانية وسألت بدك تبيع الرز إلا لا؟ إذا قال لك لا، قل له أوكي شكرا جزاك الله خيرا وامشي وانتهت السالفة. قال لك إيه ببيعه، اشتريه مثل ما أنت اشتريته مشان ما تفوت عليه فرصة. أما إذا بدك تشتريه بسعر أرخص من السعر الموجود فيه بالسوق، أكيد راح يفكر إنه يعني ببيع ما ببيع. خلص أعطيه حقه السعر اللي أنت اشتريته فيه، وهيك بيكون لمصلحة الفقير. نتمنى من الجميع مشاركة هذا المقطع وتعميمه لكل الغرف،
وكل المجموعات حتى تعم الفائدة ونخلص من هذا الموضوع. كل سنة نفس الموضوع بيصير إلا ما بيصير نوزعه، بدنا بيصير نوزعه كاش إلا ما بيصير نعطي مصاري إلا ما بيصير نعطي نقود إلا ما بيصير. يا أخي اعملوا بهالطريقة وخالصة. يعني مثلا أنا عندي 10 أشخاص، كيسين رز من ال10 بيقضي الحاجة، بعطي لها الفقير هون 10 كيلوات وبخلص الموضوع. يا بياخذ رز يا بياخذ فلوس. إذا أخذ رز تمام، إذا أخذ الفلوس تمام. وهون بكون حققت نعم مقصود المشرع والطريقة اللي يعني بينها فيها حكم الفقه. يعني بالاتفاق يجوز هذا الأمر، والله تعالى أعلم.